تارودانت، المدينة اللي معروفة بالهدوء، غادي تفيق واحد الصباح في سنة 2004 على خبر غادي يزلزل المغرب كامل. ما كانش مجرد جريمة عادية، بل كانت لغز محير خلى كبار المحققين يطرحوا آلاف الأسئلة. دراري صغار كيغبروا واحد مورا واحد، عائلات كيعيشوا كابوس كل ليلة، المدينة كاملة ولات خايفة من المجهول. شنو هاد السر اللي كان مخبي في قاع الواد، وكيفاش قدر هاد اللغز يبقى صامت لشهور؟ اليوم غادي نغوصوا في تفاصيل واحدة من أعقد القضايا في تاريخ المغرب، ماشي باش نعودوا الجريمة، ولكن باش نفهموا كيفاش العدالة كتاخد مجراها. كل شي بدا من مكان كيبان معزول، الواد الواعر، البلاصة اللي كانت كتمشى فيها الناس عادي، حتى لواحد النهار اللي تم فيه اكتشاف بقايا بشرية بالصدفة. الخبر انتشر بحال العافية في الهشيم، البوليس والبحث الجنائي انتقلوا لعين المكان، والصدمة كانت كبيرة. ما كانتش ضحية وحدة، بل كانت سلسلة من الضحايا اللي غبروا في ظروف غامضة. المحققين واجهوا تحدي كبير، المدينة صغيرة والناس كيعرفوا بعضياتهم، فكيفاش هاد الشي وقع؟ هنا بدات عملية تمشيط واسعة، تم استنطاق العشرات وجمع الأدلة من كل قنت. البحث ما كانش ساهل، حيت المجرم كان كيعرف يغطي آثاره مزيان، وهكا كان كيظن. الخيط اللي غيوصل للحقيقة كان عبارة عن تفصيل صغير، تفصيل خلى الشكوك تاعهم حول شخص كان كيبان غير مرئي في المجتمع. وباش نكونوا دقيقين، الحقيقة بانت فاش تجمعات قطع البوزل وحدة ورا وحدة. الخبر بدا كيتسرب، الاشاعات كثرات، العائلات ولات كتمنع ولادها يخرجوا برا، والليل في تارودانت ولا طويل وطويل بزاف. المحققين بداو كيقلبوا فين كيمشيو الضحايا، شكون اخر واحد شاف معاهم، واش كاين رابط، ولكن بلا جثث بلا ادله الملف بقى معلق. حتى جا داك النهار فين تفتح واحد من اخطر الفصول في القصه، تلقاو اكياس وما كانش اللي فيهم خاص يكون. الاكتشاف هز المدينه، والصدمه كانت اكبر من اي تصور. القضية خرجت من تارودانت، والناس في المغرب كامل ولاو كيسولوا كيفاش وعلاش وشكون، والخوف مبقاش غير محلي ولا وطني. اخطر حاجة في هذه القصة ان المجرم ما كانش بعيد، ما كانش غريب، كان كيدوز حدا الناس وكيهضر وكيضحك، وما كان حتى واحد شاك فيه. مع الوقت الاخطاء ديالو كثرات، تفاصيل صغيرة وحركات مشبوهة، حتى طاح القناع، وفي لحظة تحول الغموض لاسم ووجه وحقيقة مرعبة. في الأخير العدالة لقت طريقها، الشخص المتورط أي المتهم الرئيسي في القضية تم إلقاء القبض عليه. الاعترافات كانت صادمة وكشفت عن واحد الشخصية معقدة كتعيش وسط الناس بوجه، وفي الخفاء بوجه آخر تماما. المحكمة قالت كلمتها والقصة تطوات قانونيا، ولكن الجرح في قلوب العائلات بقى مفتوح إلى يومنا هذا. قصة تارودانت هي تذكير لنا كامل باليقظة، وتذكير بأن الحقيقة مهما طال الزمن خاصها تبان. الهدف من هذا الفيديو هو توثيق أحداث خلت بصمة في تاريخنا، ونترحم على الأرواح البريئة اللي ضاعت.